السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال ان شاء الله. مستمرين بقى معاكم في عمايل العيد. يعني هنعمل مع بعض شوية حاجات للعيد بجد حلوة جدا. هنعمل النهاردة بإذن الله الصابليه بطريقة رهيبة. الصابليه ده حلو جدا، ولا هو بسكوت ولا هو بتفور، حاجة كده بين البنين، طعمه حلو قوي، أشكال مميزة جدا. يعني بجد مش هتصدقوا ان احنا عملنا كل الحاجات دي في البيت، مش اشتريناها من بره خالص. يعني كل الناس هتستغرب وهتقول لا اكيد انت شاريها من بره، مش عاملاها في البيت. لا بجد احنا عاملين كل حاجه في البيت بطعم حلو قوي، بمميز واقتصادي كمان. طعم بجد حلو جدا والله. كمان كنت اول مره في حياتي اعمل السابليه، قلت لا بقى اجرب معاكم السابليه وان شاء الله يطلع حلو. وبجد كنت خايفه جدا، خايفه ان السابليه ما يطلعش حلو ولا شكله كمان، بس بجد انبهرت يا جماعة. قلت الوصفة دي أحلى كمان من البوتيفور، أحلى من كل حاجة بتاعة العيد. الصبلي ده طعمه حلو جدا وخفيف على المعدة كمان، واقتصادي حلو جدا جدا. هتعمليه وبجد أحلى من أفخم المحلات. طعمه جميل مميز، معمول في البيت، مقاديره حلوة جدا. تعالوا نشوف مقادير الصبليه. معايا هنا بقى مقادير بسيطة جدا. دي 450 جرام من الدقيق، حطيت عليهم رشة ملح صغيرة. طبعا الصبليه والبوتيفورم ما بيحتاجوش اي بيكنج باودر. ودي ربع كيلو من الزبدة. الزبدة هنا بدرجة حرارة الغرفة، يعني 450 جرام من الدقيق و250 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. هضرب الزبدة عندي، هخفقه كويس جدا بالمضرب. انا عايزة بقى الزبدة يكون قوامها كريمي ويكون فاتح. بجد هو ده اهم حاجة يا جماعة، ان احنا منستعجلش في ضرب كل المكونات مع بعضيها. بعد ما خلاص الزبدة ضربتها كويس، هنزل عليهم بكوباية من السكر البودر. السكر البودر هنا حوالي 125 جرام. تمام. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا يعني اقول لكم كل حاجة بالجرامات عشان بس تطلع مظبوطة. وكمان معايا بيضتين كاملين بدرجة حرارة الغرفة. ضفت على البيضتين 2 ظرف باكت او 2 باكت من الفانيليا. الفانيليا ممكن نضيف كمان فانيليا سايلة اللي هي معلقة صغيرة. خفقت الزبدة الأول وبعدين ضفت عليها السكر، خفقتهم تاني وبعدين ضفت عليهم البيض والفانيليا. هنا ما بنضيفش تاني أي سوائل، ولا لبن ولا ماء ولا مية ولا أي حاجة. وبعدين بقى هننزل عليهم ب 450 جرام من الدقيق. 450 جرام من الدقيق دي هيعادل حوالي 3 أكواب ونص أو 4 إلا ربع. تمام. يعني هي الدقيق ده نص كيلو إلا 50 جرام، حاجة بسيطة جدا. بخفق كده بالمضرب الأول خفقة بسيطة، وبعدين كده يعني أنا عايزاه خفقة بسيطة جدا. وبعدين بقى هبدأ ألم العجينة بإيدي بسباتيولا، باللي نرتاح بيه خالص ممكن نلم العجينة بيها. بإيدي كده هبدأ بقى إن أنا ألم العجينة كويس. العجينة بتكون ماسكة نفسها، ولا هي ملزقة ولا هي متفلة. شايفين قوامها حلو جدا. التزموا بالمقادير ده بالظبط وهيطلع معاكم سابليه حلو جدا. شايفين ما شاء الله العجينة هايلة. معايا هنا بقى اكياس تخزين، اللي هي الاكياس التلاجة دي. فتحت كيس، فتحته كده وعملته بالشكل ده. وبعدين هجيب حتة عجينة وهفردها في الكيس، وهجيب كيس كمان افتحه وبعدين هفرده على العجينة من فوق، وبعدين بالنشابة بتاعتي وهفرد بقى العجينة. انا عايزاها سمكها تكون رفيع على قد ما اقدر. ليه بقى رفيع؟ ان انا كمان ضايفة عليها بيض، فممكن البيض ده ينفخها شوية. وكمان لسه هلزق 2 مع بعض، يعني هلزق الاتنين مع بعض هيعملوا لي سمك كويس. انا مش عايزاها تخينة. يعني ما نقولش لا انا عايزاها تخينة، لا، انا عايزاها اعملها كل 2 مع بعضيهم هلزقهم. في وقت التلزيق انا عايزة السابليه يكون صغير كده وشكله حلو. على قد ما اقدر انا هرفع العجينة بتاعتي، هفردها كده بين الكيسين. اهم حاجة بين كيسين وهنفردها. الاكياس دي بتحافظ على شكل البسكوتة، انها ما تمسكش في النشابة بتاعتنا. وكمان بتخلي شكلها كلهيته مسطح وحلو قوي. بالقطاعات بتاعتنا بقى، قطاعة وسط كده او قطاعة كبيرة، هعمل 4 من كل شكل. هعمل 4 وهمسك 2 من ال4 اعملهم يعني بأصغر قطاعة وهقطعها من النص.
شايفين كده 2 عجينتين، قطعتين مقفولين وقطعتين مفتوحين، تمام، بحيث ان المقفولة هتكون تحت والمفتوحة هتكون فوق. شايفين يعني بشيل كده العجينة واحاول اجيب اي حاجة تكون عريضة معايا ان انا اعرف اشيل بيها السابليه. العجينة لازم تكون احنا نفردها بسمك رفيع، بحيث ان انا لسه هضيف عليه يعني ايه هلزق 2 في بعض فتكون عندي رفيعة. شايفين حلوة جدا، شايفين ما شاء الله بجد. التشكيل كان سهل، وكمان ان احنا بنشيلها كانت سهلة جدا، وكمان لو مش عرفنا نشيلها ممكن نقلب الكيس كده على ايدينا ونبدأ نشيلها. زي ما قلت لكم ممكن نعمل من كل يعني السابليه الواحدة هتاخد 2 شكلين، واحدة مقفولة وواحدة مفتوحة. ممكن كمان نعمل أشكال صغيرة هنعملها معاكم. الشكل الصغير هيكون مقفول ومفتوح، يعني الأشكال انت بتتحكمي فيها بالمقاسات اللي انت عايزاها. طبعا قطعات السابليه حلوة جدا، ممكن كمان نستخدم فيها أي حاجة، يعني الأشكال المتوفرة عندك ممكن تعمليها. دي هعملها على شكل اللي هي شكل الدونتس، فبجيب قطاعة كبيرة وفيها ممكن استخدم قطاعة صغيرة حلوة جدا، هي قطعات البوتيفور الصغيرة كده. زي ما انتوا شايفين كده بشيلها بكل سهولة، يعني خفيفة حلوة قوي، شكلها كمان منسق جدا، يعني كل واحدة زي التانية بالظبط في الشكل، وكمان في القوام لازم نظبط القوام بتاعها. طبعا كل العجينة هنا انا مش برميها، انا بعيد استخدامها تاني، بفردها تاني واعملها. بحاول على قد ما اقدر انا اوريكم كل الاشكال ان انا عملتها، بجد اشكال حلوة جدا. ممكن تعملي وردة ونجمة وقلب و... ودايرة صغيرة اللي انت عايزاه. زي ما قلنا هعمل 4، 2 مقفولين و2 مفتوحين. ليه بقى؟ هوريكم وقت التلزيق انا لزقته ازاي، كان سهل جدا وحشواته جميلة، اي حشوة متوفرة عندك ممكن تستخدميها. سهل ازاي ان انا اشيلها كمان. بقولك شايفين قوام العجينة، شايفين السمك رفيع حلو جدا. والله انا كنت اول مرة في حياتي اعمل السابليه، بس بجد انا خلصت الوصفة من هنا وقلت لازم اعمل كمان نص كيلو سابليه. كان حلو جدا، يعني من حلاوته غطى على البوتيفور، وكمان ان شاء الله عملكم غريبة حلوة جدا جدا، غريبة بجد، قوامها وطعمها هيخطفكم. يا رب تعجبكم، والسابليه ده يا رب يعجبكم، والتزموا بالمقادير يا جماعه، وهيطلع معاكم باذن الله حلو جدا. انا اول مره زي ما قلت لكم في حياتي ان انا اعمل سابليه، وبجد كنت مبهوره بالنتيجه، ما كنتش متوقعه كده، كنت خايفه جدا، قلت اكيد اول مره بقى ايه بتفشل وما بتطلعش كويسه، بس بجد لا، طلعت معايا ما شاء الله حلوه قوي. بنحاول ان احنا ما نهدرش اي عجينه متبقيه عندنا، هنعيد تشكيلها تاني واستخدامها تاني. دي كانت بقى السابليه، واشكال السابليه حلوه جدا مميزه. طبعا بوريكم ان انا عملت قطعتين من كل حاجه. شايفين 2 دايره مقفوله و2 دايره مفتوحه، نجمتين مفتوحين، نجمتين مقفولين. طبعا كمان استخدمت قطعات صغيره، وحابه ان انا ايه الزقهم في بعض كده، هيدوني شكل حلو جدا. هدخلهم بقى الفرن، بس قبل ما ادخلهم الفرن ممكن اقعدهم في التلاجة حوالي 5 دقايق، وبعدين هدخلهم الفرن. الفرن درجة حرارة 160 رف أوسط. بولع الشواية من فوق صغيرة جدا، يعني على أقل درجة في الشواية. شايفين بجد أشكاله حلوة جدا، تسويته ممتازة ما شاء الله. شايفين الأشكال حلوة قوي. القلب عملت كذا شكل، شايفين شكل الدوناتس كده حلوة جدا، والقلب الصغير كمان، الأشكال الصغيرة حلوة جدا، يعني حبيتها بصراحة. حسيت يعني هي كيوت كده وجميلة وخفيفة كمان، بجد ما شاء الله ما شاء الله. يعني ايه، كنت مبهورة بيه يا جماعة. بإذن الله هتعملوه بجد هيعجبكم جدا. معايا بقى حشواتنا للتلزيق، معايا هنا مربى ولوتس، تمام، المتوفر عندكم. ممكن تضيفوا عسل كمان وشوية نوتيلا،
نوتيلا ومربى ولوتس، دي للتلزيق. يعني ايه الحشو بين الطبقتين؟ هنلزق الطبقتين ازاي؟ معايا مربى ولوتس، كريمة اللوتس والنوتيلا، تمام. ومعايا كمان شوكولاتة انا مسيحاها اللي هي دارك، بيضة وبني، تمام. شوكولاتة خام بتاعة المطبخ اللي هي الألواح الخام دي بقى ايه للتزيين في الآخر. شايفين ما شاء الله؟ أنا جبت واحدة بقى نجمة هنا زي ما قلت لكم مقفولة، وواحدة مفتوحة، ضفت عليها يعني حتة صغيرة من المربى، وهبدأ ألزقها بيها زي ما انتم شايفين كده. ممكن نلزق يعني نلزق الأول كمية، وبعدين بقى ايه نيجي نعمل أشكال أو نضيف عليها بقى اللي هي شوكولاتات في الآخر. بس بجد الجو كان برد، فكانت الشوكولاتة خام طبعا يعني ايه بتمسك بدري، بتمسك بسرعة. فانا بحاول ان انا الزق بسرعة عشان الحق ازينها بالشوكولاتة بسرعة قبل ما الشوكولاتة تكون مسكت في نفسها كده. اشكال حلوة جدا يعني، بجد يعني انا بحب فترة التزيين والتلزيق دي. يعني بحس ان هي فترة الله جميلة كده، تعملي بقى اشكال انت حباها. طبعا دي اللي محبين المطبخ. بصي بقى، فترة التلزيق والتزيين ده ابدعي فيها، طلعي كل طاقتك فيها. يعني الفقرة دي بتكون احلى الفقرات بالاشكال الجميلة الصغيرة دي معانا. طبعا انا هخلص كل الكمية وبعدين هبدأ تزيين، بس هوريكم الاول انا زينتها ازاي. تزيينها بسيط جدا، يعني باقل حاجة، وكمان ممكن تكتفي بيها بكده، تلزقيها وتسيبيها. كمان طعمها حلو، سكرها مظبوط، قوامها حلو جدا. شايفين لزقتها كده وبنص القلب ضفت عليه شوكولاته، غطسته كده في الشوكولاته. طبعا بحطه على صينيه، والصينيه خلاص الجو زي ما قلنا برد، فالشوكولاته هتكون مسكت في ثانيه، يعني هتكون مسكت على طول. جبت كمان وردة وحطيتها على طول، غطستها في الشوكولاتة البيضة. زي ما قلنا حشواتنا هي المربى واللوتس والنوتيلا. طبعا ما عندكمش لوتس ولا نوتيلا ولا يفرق معانا، ده كمان المربى بتدينا طعم حلو جدا في الصابليه، يعني كمان احلى من اللوتس والنوتيلا المتوفر عندكم. بس انا كان متوفر عندي شويه لوتس وشويه نوتيلا. طبعا اللوتس دي كانت تقيله قوي، ففكيتها بشويه زيت صغيرين، زيت افتح زيت عندكم تفكوا فيه اللوتس. شايفين اشكال حلوه جدا. طبعا والاشكال الصغيره دي حبيت ان انا ايه اغطسها كلها في الشوكولاته، يعني مش نصها، لان اصلها صغير اصلا، يعني هتكون جميله. شويه بقى ايه فستق مطحون كده عليها، شويه عين الجمل. اي تزيين موجود عندك ممكن تضيفيه، يعني بحيث ان هو يديني شكل جميل ومميز. كل ما تبسطي في الشكل وكل ما تبسطي في التزيين هيطلع لك شكل حلو جدا. يعني النجمة حطيت عليها نجمة كده، يعني عندك أي حاجة ممكن تزيني بيها، في شوية فرماسيل، شوية فستق زي ما قلت لكم، عين جمل، شوية حتى لو عندكم شوية اللي هو الزبيب، اللي هو جوز الهند، شوية سوداني مبشورة أو مطحونة، ممكن نضيفها كمان علينا على السابليه، بيديني طعم وريحة جميلة جدا. أنا بحاول بس إن أنا إيه أوريكم كل حاجة أو كل التزيينات اللي أنا عملتها، بحيث إن يعني تكون عندكم خبرة بكل حاجة. طبعا خلصت كل الكمية دي، مش كل الكمية يا جماعة، دي يعني ايه حبيت بس ان انا اوريكم كل حاجة انا عملتها، دي الكمية اللي انا حبيت اوريها لكم. طبعا النص كيلو عمل لك كمية محترمة، بس من قد ايه هو حلو، فبجد خلص بسرعة. فلا انا عايزة اعمل تاني يا جماعة، العيد لسه ما جاش وخلصنا خلاص من قد ايه هو حلو. وصفتنا النهاردة كانت بسيطة وجميلة. الصابليه يعني هتعملي في البيت، كل اللي في البيت هيحتاروا من جماله، وبجد مش هيصدقوا ان انت عامله العظمه دي في البيت. والله عندي هنا في البيت ما كانوش مصدقين ان انا عملت كده اصلا. يعني حاجه في منتهى الجمال والطعامه، وشكله حلو جدا. وطبعا الشوكولاته لما بتتساب بره في يعني بره التلاجة بتلاقيها نشفت لانها شوكولاته خام، فشايفين مش بتسيح خالص. والحشوات كمان هتنشف ومش هتسيح. شايفين بجد عظمه. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل لكم حاجه بجد حلوه جدا ومعموله في البيت كمان، وتكلفه اقل. يعني تكلفه السابليه ده اقل كمان من تكلفه البيتي فور. شكله حلو جدا ما شاء الله. يا رب تكون وصفتنا النهارده عجبتكم. عملنا السابليه مع بعض
بطريقة جميلة وبسيطة. أتمنى بقى إن إحنا مش نطلع من الفيديو ده قبل ما نعمل لايك ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد بوصفاتي الجديدة. ويا رب وصفاتي تكون بتعجبكم، وأتمنى كمان تسيبوا لي تعليقات، يعني حابين أعمل إيه تاني، حابين الوصفة دي لو أنتم مثلا هتستخدموا حاجة بديل حاجة، وإن شاء الله هرد عليكم في التعليقات. تعليقاتكم بجد بتفرحني قوي. شايفين الجمال يا جماعة؟ والله بجد حلوة جدا، والقوام كمان كان تحفة. يا رب يكون وصفتنا النهاردة عجبتكم، وكل سنة وانتم طيبين.